السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. رجعنا لكم بفيديو جديد ويوم جديد. اخوان، بتمنى نكسب الصلاة على محمد وآل محمد. اليوم راح نفلت الحمام على الخليط إذا الله راد، لنشوف شو بده يصير معنا. خلوكم معنا، بنفتح له وبنرجع لكم. يلا حبايب، راح نفتح له. طبعا هاي اجت الحمام وجابت الحمام معها. طلعوا، فصلت اجت على البيت ورجعت ركبت. خلوكم معنا، شو بيصير معنا بنخبركم. حبايب القلب، ما تنسونا من اللايك والاشتراك فضلا وليس امرا. طبعا شوفوا يا اخوان، هاي الحمام اجت تشرب فينا، وهذا طير كمان ها اجى ركب معه. طبعا ناقصنا حمام، طلعوا بعد الدنيا بكير وشرشروا الشباب. الله ينطينا العافية. بس ما عليه خوف، ما عليه خوف، الحمام بإذن الله. هذول 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12. هذول 12 طير، يعني ناقصين لنا شي 5 يمكن. بالريش ما بيضر. يلا خلونا نرجع نزحف لهم على الواطي، بنروح بنجيبهم وبنجي يا اخوان. خلوكم معنا يا اخوان. هاي رجعت الحمام ورجعوا الخمسة، وجابت معها واحد كمان. جابت معها واحد، بس هو ما بعرف. الحمام عالي كثير، يعني انا مقرب زون على الاخر. طبعا يا اخوان، بعدني دايس بالطير والله. عم بدفش وبتروح الحمام، بتروح بتخيل وترجع، بتروح بتخيل وترجع. تاركه طلع، لانه هيك كذا بدك، لانه طير موعد. هذا طير قوي، ما انه طير خلينا بنحكي طير خروق او طير داير او طير كذا. طير موعد، بدك تضلك كارب الحمام صراحة. يعني ها ماني مطلع ولا ريشي الحمد لله. عم بتروح الحمام وتجي فيه براحتها، وماني لامسها ولا اني معيط عليها ولا شيء. بعدها مرتاحة الحمام، لانه اذا بدي شرب الحمام هلا، اول شيء حمامي حتى يعني لما انت بتجيبها غصبا عنها بعدها مش اخذي مطيارة. انا صراحة هاي لكل مربي، لما بتجيبها انت وما انا اخذ مطيارة بتنزعها مرة على مرة، بتنزعها. خلص خليها تاخذ موعدها كامل، والطير القبضاي بيضل معك لاخر الموعد. بالنسبة لإلي كل واحد هو حر بمطياره بالنهاية يعني. حبايب القلب، خلوكم معنا نشوف شو بده يصير لاخر النهار. طبعا يا اخوان، بعدنا شادين على الحمام والامور طيبة. بس والله يا اخوان، الطير طير مبين عليه بندوق ابن حرام. طير بندوق ابن حرام صافي. اذا يضل مراوس براس الحمام. هلا هو صاير بلجيكي احمر او فراشي، ما بعرف. المهم ابيض مبين الطير كله، ولما يقلب يبين مدقدق بظهره باحمر، ما بعرف. راس الحمام هو اللي عم بيطرق فوق يا اخوان، اول الحمام من قدام. طبعا هيك عتمت، ما ضل في شيء. انا بتبين هيك حمرا السما، بس عتمت يعني على التليفون عم تبين هيك. طبعا الطير بعده راكب واموره تمام لحد الان، بس الطير ما انه راكب يعني
قلب الحمام براسه قدام الحمام، شايفينه؟ ما عم يعطيني كتف مع الحمام صح عشان الواحد فيه يستفاد منه، ولكن تركينه براحته لحد الآن ما عملنا له شيء. هسه بنشوف من هون لبعد شوي شو بده يصير معنا. عم بوافيكم بالأخبار أول بأول. يلا اليوم ثقلك ما راح طلعوا، لأنه كل ما بطلع الثقل سبحان الله لما بتيجي تحط الحمام المحط صغير ما بيساع الحمام. يلا خلوكن معنا. طبعا يا اخوان بلشت تركب الحمام برمي، بس برمتها بعدها يعني واسعة شوي، بعدها واسعة البرمي، وانا تاركها براحتها صراحة، يعني ما بدي ركبها برمي، لو بدي ركبها برمي ركبتها وغصبا عنا يعني بتركب البرمي، بس ما بدي خليها تاركها براحتها، لانه طير مبين عليه قبضاي حرام، ليش لحتى نزل فيه بكير ويروح على اهله، بالنهاية احنا عم نتسلى يعني. طبعا بعده راكب بس الطير قبضاي والله قبضاي الطير يا اخوان، يعني ما بعده لهاللحظة ما عم يرضى بيركب بالحمام. طلع وين شايفينه اول واحد من هون، هذا الطير ما بيرضى يركب ضمن الحمام ابدا، ومع ذلك ضربناه بتجي بتاخذه لانه طير قبضاي حرام يروح. هاي شغله. الشغله الثانيه ما ضربناه الله يبارك لك فيه، عن جد طير بينشد فيه الظهر، والله بينشد فيه الظهر ما شاء الله. شايفين وين؟ والله هذا هو، ما بيركب ما بيسلم حاله مع الحمام ابدا. اخوان الطير بين معي مكتف زواجل، هسه وطيت فيه الحمام واعطاني كتفه صح، مكتف صاير هيك تفاحي او هيك شيء، مشان صاحبه بيعرفه يعني، طير مكتف تفاحي، لربما ما قدرنا نكمش الطير عشان صاحبه بيعرف. تشوف اذا فيني نزوم عليه، اذا بيبين على برمته. هذا يا اخوان من قدام باول الحمام، خذ العين عن التصوير اللي عندي. شايفين وين؟ يلا طلع رجع. هذا الطير بده يطلع ويرد يرجع. هلا خلوكم معنا نشوف شو بدنا ننيمه مع الحمام. طبعا يا اخوان راح طلع له ثقل سنفور احمر. طلع الطير وينه؟ اوه ولا لا هذا هو، هذا غيره، في طير ثاني غير، ليك وين طلع من الحمام. والله في طير ثاني طلع من الحمام، معقول اركب فيها هلا؟ ما بعرف، خلوكم معنا نشوف. ويلي طبعا يا اخوان هاي الحمام راكبه فيه برمي، عم يضل يطلع منه. طلعت له سنفور احمر انا ثقل، ما حبيت كثر صراحه. ويلي بنص الشرطان يا اخوان.
طلع الطير، راح يطلع. مشكلة لحالي، ما فيك تعمل شي. شايفين يا اخوان؟ طبي فيه ايه. الطير واعي واعي واعي. شايفين وينه؟ بأول الحمام من قدام. ايه ويلي. يلا نشغل من الضوء عشان تعرف انه بدها تحط الحمام. تمام. طبعا الطير انا لازم اكون عرفت صاحبه بهذاك الاتجاه هيك. وين العمود هذا مغابيله لازم يكون له، ما بعرف. هسه لما يطلع، اذا طلع طبعا بنشوف لوين بده يروح. خلوكم معنا نشوف شو بده يساوي فيه. اجى ليطلع الطير ورجعنا ركبناه يا اخوان. طلع والله. المشكلة ما بدي افصل التصوير عشان اذا طلع بنشوفه، اذا نزل بنشوفه. ما بدي افصل التصوير صراحة. معلش راح تكون الحلقة طويلة شوي، استحملونا يا اخوان. اذا ما نزل بختصر كثير امور منه. يلا بلاش تعطيني كتفة للنزلة. بس الطير عم يلخبط لها نزلتها، ما بيخليها تنزل. طبعا يا اخوان بحكي لكم شغله، اذا ما اجت الحمام من هاي الميله هيك اجت نازله ما بتنزل الحمام من ورا هيك، ما بيحط الطير. طلعوا يا ابو حميد، طلع. والله تعبت بالشرطان يا اخوان. كان فلتته لانه كبت حالها كب. يلا تعال ايوه تعالي من هون. خلوكم معنا يا اخوان، انا بس رجعت لورا عشان ما يضل شايفني الطير. ما بدك تمرقي. صارت برمتها تحت 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 تحت. لا تقلب البرمة. خلص هاي البرمة بتصحي يا اخوان. هاي البرمة ما بتنزل فيها الحمام مثل ما بدي. خليك على البرمة القديمة بيمشي الحال. طلع طلع يا اخوان. طلع لانه اجت كبت حالها كب، ما عرفت تنزل. استغفر الله. الحمام ضايع.
انما اثنيناتنا والطير بنفس الوقت ابن حرام والله يا اخوان. ابن حرام الطير والله. الله يهني صاحبه فيه. الله يهني صاحبه فيه والله. يلا خلوا الحمام تنزل وبنرجع لكم. طلع يا اخوان، من هون بتنزل نزلة مثل الخلق، من ورا ما بتنزل. حمامي وبعرفها. خلينا نتفقد الحمام. 1 2 3 4 5 18 السنفور معه 19. حلوين. طبعا انا فلتت 17 طير خليط، والسنفور طلعناه ثقل 18. الحمد لله الحمام كاملة وامورنا تمام، ما ناقصنا ولا معنا. الله يسامحه لهالطير، خلانا نتعذب ونصور على الفاضي، بس رح نزلها لهي الحلقة لانه عن جد طير بيستاهل والله. الله يبارك لصاحبه. ما تنسونا من اللايك والاشتراك حبايب القلب.